أقول إن الله تعالى يعلم ما في نفوس البشر من النقص، وما في عملهم، وما في أعمالهم من التقصير، وما في تفكيرهم من القصور، الأمر الذي يؤدي بهم إلى زيادة الذنوب والعيوب، وإلى كثرة استحقاق العقاب وقلة استحقاق الثواب، وبالتالي يؤدي إلى ضعف التكامل المعنوي في درجات الإيمان واليقين، وهذا ما يؤسف له حقيقة. وإنما جناه الفرد على نفسه من حيث أنه مستطيع للتكامل ومخلوق لأجل التكامل ومعطى فرصة السير في التكامل، ومع ذلك فهو معرض عنه، منصرف إلى اللعب واللهو في شهوات الدنيا ومصالحها ومغرياتها. وعلى أي حال فقد فتح الله تعالى الفرص الكثيرة جدا للتوبة والإنابة والتكامل، وهي فرص موجودة على عدد أنفاس الفرد بل أكثر، حتى كان يعبر بعض أهل المعرفة إن يد الله ممدودة للمصافحة، ويكفي بالفرد أن يمد يده إليها فقط، وهي عبارة أخرى عن الفرصة المعطاة من قبله جل جلاله للتوبة أولا وللتكامل ثانيا. ولذا ورد في القرآن الكريم: والله يريد الآخرة، يعني يريد لنا الآخرة لا لنفسه، وهو غني عن العالمين. وقال جل جلاله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.